السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في قناة منوعات اسماء فؤاد في فيديو جديد. النهاردة جايبه لكم حاجة جديدة وحصري، وهو البوك ده او كيس الفكة ايا كان المسمى. تقدري انك تنفذيه معايا باكتر من حجم. ده اصغر مقاس منه، بوك ومنه ميدالية للمفاتيح، حجمه صغير، مناسب جدا تعمليه هدية لعيد الأم لمامتك أو لأختك أو ليكي أو للمس بتاعت ابنك أو بنتك في المدرسة. متاح من يعني الخامات بسيطة، متاح منها الترتر الكبير والوسط والصغير. لو عايزة نفس النتيجة اللي انت شايفاها فياريت تلتزمي بنفس الخامات اللي هستخدمها في الفيديو، حتى لو أول مرة تمسكي إبرة كروشيه وهتشتغلي بيها. تمام، كلامي للناس اللي بتشتغل خرز بس وملهاش في الكروشيه. معايا ان شاء الله خطوه بخطوه هتقدروا انكم تنفذوه. زي ما انت شايفه شكله حلو وشيك، هديه قيمه جدا. ونشوف مع بعض هنستخدم ايه. هحتاج معايا هنا ترتر مقاس صغير، تمام، وكمان الفريم ده معايا 5 سنتي. لو عندك اكبر منه مفيش مشكله، هقولك في الفيديو هتعملي ايه. تمام، وهحتاج خيط قطن. الخيط ده جابريكس من شركه الجوجي، في الوانات كتير، انا اخترت اللون القريب من الترتر بتاعي. تمام، ابره كروشيه تناسب الخيط اللي انت هتستخدميه. دي ابره 1.75. ممكن تستخدمي لحد رقم مقاس 2 مللي، ممكن 1.5، يعني على حسب راحة ايديكي في الشغل. وطبعا ماركر معايا والمقص. اول حاجة هعملها هبدأ اجيب ابرة خياطة عادية خالص، ماشي، وفيها خيط عادي اهو، خيط الخياطة، ماشي. هعمل عقدة بسيطة جدا كده فيه كده، بحيث يكون عندي حلقة. واجيب طرف الخيط بتاعي كده، لان الخيط طبعا ادخن من فتحة الابرة، فدي واصلة. بس لو عندك الابرة بتاعت الخرز التفسيرة اللي هي بتبقى مفتوحة من النص، هي مش متاحة عندي حاليا، ممكن تستخدميها على طول. تحطي الخيط وتلضمي الترتر بتاعك. هتبدأي تحطي الترتر بتاعك بالطريقة دي على عدلته. انا الترتر اللي معايا ده مضلع، ممكن تستخدمي المسح مفيش مشكلة. تمام، على عدلته. انا لانه مضلع فبحطه على عدلته وبنزل عادي خالص اهو، دخل. تمام، اهم حاجة الابرة اللي تستخدميها في انك تحطي الترتر بتاعك يكون بتعدي الابرة، تعدي فتحة الترتر نفسها. تمام، نفس الموضوع ده لو مش متاح عندك ترتر ممكن تعمليه بالخرز. تمام، هفضل طبعا ادخل كمية كبيرة من الترتر على حسب طبعا المقاس البوك اللي هتعمليه. وهقولك برضو لو بالنسبة لو الترتر خلص معاكي وعايزة تكملي، هقولك واحنا بنشرح ازاي توصلي الشغل. علشان وقت الفيديو هكمل احط الترتر كله اللي عندي في الخيط وارجع لك تاني. كده بعد ما حطيت الترتر زي ما اتفقنا، حطيت الكمية اللي معايا، هبدأ بقى ايه نشتغل. بسم الله.
اول حاجة هعمل دائرة سحرية. بصي معايا من لفة الخيط، ادي الخيط بتاعي اهو، بسيب مسافة والف لفة واعمل حرف اكس كده من هنا والف صباعي كده، ادخل بالابرة بتاعتي كده، اسحب الخيط اللي جوه واطلع واعمل عقدة البداية بتاعتي اهي. تمام. جوه الدائرة دي هعمل 7 حشو، وترخي ايديكي شوية في اول سطر عشان يبقى سهل معاكي بعد كده. هدخل في الدائرة، اخد الخيط، اطلع واسحب الغرزة بتاعتي. ادي اول واحدة، التانية، التالتة، الرابعة، ادي الخامسة، ادي الستة، وبعد كده اخر واحدة معايا رقم 7. تمام. بعد كده اقفل الدائرة بتاعتي. انا هنا قصدت ما اخدش معايا ترتر من اول سطر عشان الموضوع ما يبقاش صعب معاكي. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ الترتر بتاعي كده اقرب شوية ترتر معايا كده، عايزه اقولك يبقى في براح ليكي في الخيط علشان وانت شغاله. تمام. اعمل ايه؟ اول غرزه عملتها ادخل فيها تاني، هي معلش بتبقى صعبه شويه اول غرزه عامه. تمام. واخد الخيط ده معايا برضو ايه بتاع البدايه وانزل. لا الاول بصي، انا دخلت اهو في اول غرزه ماشي، ده خيط البدايه، ما تلخبطيش، عايزه تسيبيه تحت انت حره، وبعد كده بابره تنظيف تنضفي، بس انا باخده معايا امان ان انا بقفل الغرزه بتاعتي من تحت ماشي. دخلت في اول غرزه، اسحب خيط كده، هدخل تاني معلش، وانا قلتلك ان اول غرزه دي بتبقى ضيقه شويه اهي، هي مصممه برضو تطلع بالخيط بس مش مشكله ماشي. خدت خيط، انزل واحده ترتر، وتاخدي بالك وانتي بتنزليها ماشي، يعني ما تاخديش اكتر من واحده، وتلفي كده واحد. عايزه تحطي ماركر من دلوقتي حطي ماشي. ادي ايه اول غرزه معايا، ندخل في اللي بعدها اهي، بدخل في الغرزه كامله، طلعت اسحب ترتر كده، واعمل التانية، التالتة كده، وانزل واحدة، ادي التالتة، ادخل في اللي بعدها واسحب، ياخد واحدة 4. تمام. نظبط كده، ندخل في اللي بعدها. معلش هو اول سطر بس اللي هيبقى صعب بالنسبه لك. 5 اهي،
6 واخر غرزة معايا ادخل فيها اهو كده 7. ماشية معاكي بالراحة خالص، اشد كويس عشان اقفل الغرز وتنيمي الترتر بتاعك لورا كده. تمام. بعد كده اسيب دي كده لحد ما امشي كام سطر وبعد كده بقى اقصها عادي. تمام كده عملنا ال7 غرز بتوعنا بالترتر. طيب السطر التاني هنعمل ايه؟ في كل غرزة هعمل تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني هدخل في اول غرزة كده ادخل فيها اهي واسحب الخيط بتاعي، استني اهي كده، واخد زي ما اتفقنا قبل ما اعمل الغرزة بتاعتي اخد الترتر واقفل عليه. وفي نفس وهنا بقى بصي هنا هحط العلامة معاكي عشان ايه ما نتلخبطش، عشان بداية كل سطر نبقى عارفين احنا واقفين فين. ماشي. يبقى كده اول غرزة دخلت فيها وعملت غرزة حشو، في نفس الغرزة هعمل كمان غرزة حشو كده اهي كده. اللي بعدها ندخل في تاني غرزة، بقى كده عملت في اول غرزة 2 حشو اللي هو التزايد اللي اتفقنا عليه. تاني غرزة هنعمل نفس الحكاية، هدخل واسحب الخيط بتاعي كده، ادي اول غرزة في تاني، ونعمل التانية في نفس المكان كده. دي تاني غرزة. تمام. بعد كده هندخل في التالتة اعمل نفس الحكاية في نفس المكان اهو، ادخل اعمل. والموضوع هيبقى سهل بالنسبة للي شغالين كروشيه. لكن لو انت اول مرة تشتغلي كروشيه انت بمجرد بس ما هتجربي الموضوع هيبقى سهل معاكي بعد كده ان شاء الله. كده تمام. عايزة تتأكدي انت ماشية صح ولا غلط، هتعدي 1 2 ادي اول غرزة، 3 4 في تاني غرزة، 5 6 في تالت غرزة. تمام. بعد كده ادخل في الغرزة اللي بعدها، نعمل اول واحدة العادية بتاعتنا والتانية في نفس المكان اللي هي الزيادة. ادخل في اللي بعدها، هيتفرد معاكي بعد كده، بس هو اول دورين الموضوع بيبقى صعب شوية لان الشغل ما بيبقاش واضح شوية. تمام. وادخل في اللي بعدها اهي كده. تمام. فاضل معايا لسه غرزتين، ادي غرزة اللي هي رقم 6، اتأكد بس ان دي واحدة بس. ايوه. التانية ندخل في نفس المكان كده، نجيب شوية ترتر معانا كده
تمام. اخر غرزة اللي هي رقم 7 اهي، خدنا اول غرزة وفي نفس المكان هناخد التانية. هعيدها تاني. اهو تمام. اهو بدأ معايا القاعدة بتاعت البوك معايا تبان شوية اهي. شلت بس عقدة البداية كده عشان تبقى دايرة مقفولة. طيب لو عديتي عدد الغرز اللي معاكي دي هتلاقيهم 14 غرزة، لان بدأنا ب7 غرز، كل غرزة فيها واحدة ترترية. السطر التاني عملنا في كل غرزة تزايد، يعني 2 حشو في غرزة واحدة، ومع كل غرزة بناخد واحدة ترتر. تمام. طيب السطر اللي بعد كده هعمل ايه؟ نشيل العلامة بتاعتنا، ادخل في اول غرزة واعمل 1 حشو اهي، وناخد ما ننساش ناخد الترتر بتاعنا ونحط العلامة مكانها تاني. تمام. طيب بعد كده الغرزة اللي بعدها اللي هي رقم 2 دي هعمل فيها تزايد، يعني ندخل ناخد غرزة وفي نفس المكان اخد غرزة كمان، يبقى اول غرزة عملنا حشو، تاني غرزة عملنا تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة، وهنفضل ماشيين بنفس الشكل ده السطر كله. غرزة حشو اهي، ادي اللي عليها الدور، واللي بعدها هي رقم 4 هعمل فيها تزايد. دي اول واحدة، وفي نفس المكان هعمل واحدة كمان. تمام. طيب اللي بعدها ادخل فيها نعمل واحدة حشو واحدة كده. الغرزة اللي بعدها اهي، ادخل في الغرزة كاملة، ادي اول غرزة، وفي نفس المكان ناخد التانية بتاعتنا. اللي بعدها ادخل اهي، حط واحدة وفي تاني غرزة هنعمل 2 حشو، يعني تزايد. تمام. اللي بعدها
ندخل في غرزة تانية، هنعمل تزايد، دي واحدة، وفي نفس المكان ادخل تاني واخد غرزة كمان. تمام. اللي بعدها دي واحدة، التانية هندخل، خدنا اول واحدة وفي نفس المكان ناخد التزايد بتاعنا. تلاقي عندك لو ماشية مظبوط هتلاقي اخر غرزتين معاكي. اول واحدة هندخل عادي وناخد غرزة، والتانية هندخل وناخد ادي اول واحدة في نفس المكان اهو، هناخد التانية. بس اوريك الشكل معايا. هيتفرد متقلقيش، انت لو تلاحظي هتلاقي السطر اللي قبله واللي قبله مفرود من تحت اهو، ده واقف شوية عشان الترتر زي ما قلتلك قبل كده ان بيختلف في حجم الترتر. تمام، يعني لو حجم الترتر اصغر هتلاقي القاعدة معاكي مفرودة تماما، لو الترتر كبير شوية زي اللي احنا شغالين بيه ده هتلاقي فيه يعني حاجة بسيطة جدا في الايه، منحني لقدام كده شويه، لكن كل ما تطلعي سطر كل ما بيتفرد معاكي. تمام. انت برضو ايه اهو شايفه. عايزه اقولك انك ممكن تعملي خاتم زي ده وتركبيه على شاسيه. تمام، يعني انا عامله الخاتم ده نفس الطريقه من البدايه، الحجم اللي انت عايزاه وتثبتيه. شكله حلو قوي على فكره. طيب السطر اللي بعد كده هنعمل ايه؟ احنا كنا بنعمل السطر اللي احنا خلصناه ده واحده حشو والتانية تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزه. ده هنعمل حشو حشو تزايد، يعني اول غرزه حشو، تاني غرزه حشو، تالت غرزة هي اللي فيها التزايد، يعني هنعمل 2 حشو في غرزة واحدة، اللي هو كل سطر بنعمل تزايد عشان قاعدة البوك معانا تكبر اهو. نشيل العلامة بداية السطر، نبدأ اول غرزة اهي، عملنا اول غرزة ونحط العلامة على طول. هنا بقى هبدأ ايه، يعني احبك غرزتي شوية، يعني كنت موسعة شوية او مرخية ايديا شوية في السطرين اللي قبل كده، لكن هنا هبدأ يعني ايه اخليها لا مشدودة قوي ولا مرخية قوي. هذه اول غرزة عملناها، هنيجي نعمل التانية اهي كده، التالتة بقى هي دي اللي هنعمل فيها التزايد.
ادي اول غرزة، وادي تاني غرزة. نيجي نعيد تاني اللي احنا عملناه. اول غرزة يعني انت بتحسبي بقى ايه، الاولى التانية التالتة بتعملي التزايد. هنا برضو هنحسب، ادي الاولى كده، ادي التانية. الموضوع معايا معلش بعيد شوية لان التصوير برضو ايديا مش مالكة الشغل كويس. وادي التالتة، في نفس المكان هدخل واعمل الغرزة بتاعتي. خدي بالك عشان الخيط ممكن يشد واحدة او خيط يعني ايه يفرد منك. اعيدها تاني اهي، تأكدي ان الخيط خارج من الغرزة كاملة يعني. تمام. طيب هنكرر تاني. اول افرد كده الشغل قدامي عشان اعرف ادخل في الغرزة كاملة. ادي اول غرزة كده، ودي تاني غرزة كده، ودي التالتة. وفي التالتة زي ما اتفقنا هي دي اللي بعمل فيها التزايد بتاعي. هفضل ماشية لآخر السطر بنفس الطريقة، غرزة والتانية، وفي التالتة بعمل التزايد. اكمل بقية السطر وارجع لك. خلصت السطر زي ما اتفقنا اهو، بدأ يتفرد معاكي، شايفة الشكل من الناحية دي. كل ما تطلعي سطر كل ما الترتر معاكي بينام. تمام. طيب السطر اللي بعده، بصي احنا عشان تبقي قاعدة وهتمشي عليها في اي مقاس هتعمليه، كل سطر بنزود 7 غرز. تمام. يعني بنعمل تزايد. اول سطر مثلا عملنا 7 غرز، السطر اللي بعده عملنا تزايد، يعني في كل غرزة 2 حشو. السطر التالت عملنا 1 2، وفي التالت عملنا تزايد يعني 2 حشو في نفس الغرزة. السطر الرابع اللي احنا هنبتديه ما بحسبش اول واحد اشتغلناه، انا بحسب من اول التزايد عشان بس ايه اللي بيكتب او بيسجل وعايز يعرف احنا في السطر الكام. انا بحسبش اول 7 غرز اللي من غير الترتر، ولا السطر اللي بعده اللي من اول الترتر بحسب بقى. تمام. فده يعتبر الخامس مش الرابع، بس انا بعمل ليه من السطر الرابع او الثالث اللي هو بحسب من التزايد. يعني بداية من التزايد حسبته اول سطر، تاني سطر اللي انا بعمل في تاني غرزة تزايد، تالت سطر اللي بعمل فيه تالت غرزة تزايد، الرابع هعمل في الغرزة الرابعة تزايد، وهكذا لحد ما ببدأ القاعدة عندي او القرص عندي يتفرد يبقى قد الفريم ده. لما بفتحه كده وبحطه بفضل ماشية بنفس الطريقة علشان اوصل للقطر بتاع الدائرة بتاع الفريم ده، ايا كان بقى المقاس، 5 سنتي 10 سنتي 13 سنتي. هي دي الطريقة اللي بتبدأي بيها، وبناء عليه بنفضل ايه ماشيين بنفس اللي بنعمله ده.
احنا اخر مرة عملنا التزايد في تالت غرزة، يعني هنا هنعمل التزايد في رابع غرزة. يعني هشيل العلامة اهو، وهنعمل اول غرزة معانا كده، نحط العلامة تاني، تمام. تاني غرزة، كده. تالت غرزة، كده. في الرابعة هعمل التزايد بتاعي، دي اول غرزة. في نفس المكان هعمل الغرزة التانية كده، تمام. طيب هنعد تاني. اول غرزة، اهي. تاني غرزة، اهي. ادي التالتة كده. وفي الرابعة هعمل التزايد بتاعنا، دي اول واحدة. وفي نفس المكان تاني واحدة. طبعا وانت ماشية تبعدي، تسحبي خيط وتبعدي الترتر عشان تدي اريحية للشغل وانت بتشدي الخيط والغرزة بتاعتك، تمام. هفضل ماشية بنفس الطريقة اهو، شايفة ظهر اهو، بدأ يوضح معايا الشغل مفروض. كل اللي تحت ده مفروض، ملكيش دعوه بالسطر الاخير ده، هتلاقيه في انحناء زي ما قلت لك بسيط، عشان الترتريه حجمها طبعا كبير شويه، لكن ده اللي بيدي شكل حلو بصراحه الحجم ده، تمام. اكمل وارجع لك. رجعت لك، خلصت السطر زي ما اتفقنا، تمام. ادي شكله من جوه، الشكل من بره. من بره الترتر، من جوه الشغل. احنا بنشتغل من جوه من ناحيتنا، يعني الجهه اللي امامك هي دي اللي بنشتغل عليها، تمام. طيب السطر ده هنعمل التزايد بتاعنا فين؟ تمام كده، في الغرزه الخامسه، يعني حشو 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 حشو. في الخامسه هنعمل التزايد بتاعنا، يعني 2 حشو في نفس الغرزه. معلش لو بكرر الكلام، بس لان في معانا ما بيعرفوش يشتغلوا كروشيه، فلازم اوضح يعني ايه تزايد ويعني ايه حشو الكلام ده، تمام. هو الموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب شويه في الاول، لكن بعد كده صدقيني هيبقى سهل جدا. ادي السطر الخامس زي ما اتفقنا، انا مسمياه الخامس عشان ما تتلخبطيش، يعني كل سطر بتعملي فيه التزايد سميه بالرقم بتاعه. يبقى هعمل كده، ادي اول غرزة معايا، وعلى طول ايه نحط العلامة بتاعتنا. ادي 1، مصممة ان هيجوا 2 بس خدنا واحدة. ادي 2، تلاتة، 4، ادي 5. وفي نفس المكان هنعمل الغرزة بتاعتنا،
هنكمل السطر بنفس الطريقة 4 غرز وفي الخامسة التزايد. طيب عشان ما اطولش الفيديو هتفضلي تعملي ده لحد ايه؟ يعني انا الفريم ده تقريبا هوصل لحد 8 غرز حشو والتاسعة هعمل تزايد. يعني بعد السطر ده هعمل 5 حشو وفي الستة تزايد، بعديها 6 حشو وفي السبعة تزايد، بعديها 7 حشو وفي التامنة تزايد، بعديها 8 حشو وفي التاسعة تزايد. وبالنسبة لي هوقف التزايد لانه هيبقى نفس مقاس الفريم معايا. لو انت الفريم اكبر هتمشي بنفس الطريقة، كل سطر انت بتطلعيه بتزودي التزايد بتاعك 7 مرات. تمام؟ يبقى زي ما اتفقنا كده بتبدأي ب7 غرز حشو، ابتديهم الاول بدون اي ما تحطي ترتر عشان الموضوع ما يبقاش صعب بالنسبه لك. بعد كده بتبدأي تحطي سبعة ترتر مع ال7 غرز. اول سطر تزايد، تاني سطر اول غرزة حشو، تاني غرزة تزايد، تالت سطر قصدي تاني سطر 2 حشو والتالتة تزايد. لا يبقى التالت صح زي ما اتفقنا، زي ما قلت انا اللي اتلخبطت. تمام؟ هنفضل ماشيين بنفس الطريقة علشان وقت الفيديو وما اطولش عليكم، ونعمل القاعدة وارجع لكم